بطل العالم هو مسلسل من 10 حلقات كان موجود على يانجو بلاي، بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي وفتحي عبد الوهاب. بيتكلم عن ملاكم سابق فشل ان هو يكون بطل العالم في الملاكمة، فبيصبح بودي جارد، ولانه بودي جارد مختلف عن الباقيين بتيجي قدامه ولسبب لا يعلمه الا الله بصراحة بيستنجد بيه جيهان الشماشرجي لحماية ممتلكاتها من واحد من اللي بيهددوها وهو فتحي عبد الوهاب. فبنشوف في خلال العشر حلقات ازاي عصام عمر وجيهان الشماشرجي هيوصلوا لهدفهم للوصول لورث ابوها. تأليف هاني سرحان، تأليف تماما. واخراج عصام عبد الحميد. عصام عبد الحميد اول اخراج ليه في حياته كان فيلم الغسالة، بعد كده مسلسل زينة كله بالحب، سوتس بالعربي، مطعم الحبايب كنا عملنا عنه حلقة، بطل العالم، وعنده مسلسل في رمضان لاحمد مالك وهدى مفتي تاني اسمه سوا سوا. انا شايف بطل العالم هو مسلسل سيء، بدأ بداية في رأيي كويسة، لكن بعد الحلقة التانية انا فقدت الاهتمام تماما بعالم سمسم، وهقول عالم سمسم اللي احنا عايشين فيه ده. من حيث بقى منطقية الأحداث وقرارات الشخصيات، أنا حتى بعد كده وصلت لدرجة أنا مش هركز في الكلام ده كله، أنا عايز حاجة أتفرج عليه وأنا راجع من الشغل أتسلى. حتى ده كمان أنا فقدته. وأكتر حاجة كانت قفلاني بقى والناس كانت على تويتر مبسوطة قوي بتمثيله هو فتحي عبد الوهاب. الصراحة أنا زهقت من الفلسفة الفارغة والمونولوج المونولوج مونولوج مونولوج لا، هو مونولوج. فتحي عبد الوهاب، هو الناس اللي شافت مسلسل ابو عمر المصري هو الدور تيبيكال. بس هنا الشخصية أنا عايز أضيف إليها نوع من العمق، وباين ان هي سفسطه فارغه. يعني انت بقى في فرق من ان الشخصيه تبقى عميقه وتبقى سفسطه فارغه بتضيع وقتي، وفي الاخر بنوصل لولا حاجه. ننظم كلامنا، بدايتنا بالقصة، وعندنا اللي احنا بنتتبع البطل اللي اسمه صلاح ده، واللي هو حياته مكركبة. يعني حياة صلاح فيها تقلبات كتير وفيها علاقات كتير احنا ما كناش فاهمينها في بداية الحلقات. علاقته مع ابوه، وعلاقته مع مراته، وعلاقته مع اللي كنا فاكرين اللي هو ابنه. ففي علاقات كتير حوالين حياة صلاح احنا ما كناش فاهمينها، وده كان الجزء الوحيد المثير في الاهتمام في الحلقتين امم. الاولانيين اللي انت بتقول عليهم. بس انت حاطط صلاح ده جوه عالم، وانت خالق لي عالم الجردات والجيل الاول والجيل التاسع وكور اي 7 وكور مش عارف. ماشي يا سيدي، ماشي، انت لمست في العالم ده عالم الجردات. يعني انا مش متخيل ان في ناس بتتكلم مع بعض كده، بس ده من الجيل الاول وده الجيل التاني. بس ماشي، ما دخلتنيش ليه في تفاصيل هذا العالم. المسلسل ده الحاجه المثيره للاهتمام بيه، الحاجه اللي انا ممكن ابيع بيها، ان انا هوريك عالم جديد عليك. زي ما مثلا في رامبو انت وريتني العالم بتاع اللي هو الخناقات الكلاب والحاجات دي، حاجات انا ما كنتش متخيل ان الكلام ده موجود في مصر، فانت وريتني حاجه جديده. طيب هنا انت قعدت تشاور من بعيد وما وريتنيش العالم ده ماشي ازاي. يعني احنا عارفين تجاره المخدرات، عارفين تجاره الاسلحه، عارفين مش عارف ايه، لكن انت عالم الجردات ده حاجه جديده انت لم تتطرق ليها. يبقى انت عندك خلل في الرؤيه، او انت ما عملتش السيرش الكافي بتاعك ككاتب. يا خلل في الرؤيه كاخراج، يا الكاتب بتاعي ما يعرفش حاجه اصلا عن العالم ده، والعالم ده تقريبا من نسج خيال. نيجي بعد كده لتطور احداثنا جوه المسلسل. المفروض ان الحدوته دي بتتطور، يعني كل شويه الموضوع بيصعب على ابطالنا والدنيا بتحتد. اللي انا شايفه ان الدنيا كانت عماله بتسهل على ابطالنا. يعني ابطالنا بيخشوا ويطلعوا من الاماكن زي السلام عليكم بمنتهى البساطه، وحدوتتنا مش هتطلع لقدام لو ما دخلش المكان ده. ودخول المكان ده مش سهل، والخروج منه مش سهل. انت بتخش بمنتهى السهوله وبتطلع بمنتهى السهوله بدون اي تضحيات، عوير بدون اي حاجه خالص. اللي حصل مع عصام عمر بالذات ان هو بيخش يدشمل اي حد مهما كان طوله، مهما كان حجمه، مهما كان عددهم. ده جنان. قرارات فتحي عبد الوهاب مع عصام عمر ده بقى قمه العبث. بيديك ايحاء ان هو يقتله، بس في الاخر بيروح المستشفى. ما تقتله يعني، هيحصل ايه؟ ما انت راجل قتال قتله المفروض. يعني احنا بقى قاعدين بنتكلم طول الوقت ان الراجل ده بيخوف. انا ما شفتش ان هو بيخوف، انا ما شفتش لحد الحلقه العاشره ان هو خالص. بيخوف. انا مش مستثمر فيك بجنيه، انت ضيعت وقتي. المعتمدين فقط على جيهان الشماشرجي ان هي تهزر مع عصام عمر وتضحك في كيمياء ما بينهم، ونعمل بقى ريلز ومش عارف ايه على البتاع ده عشان نعمل باز على المسلسل الوحش ده. شكل كده في بينهم حاجه، شكل مش عارف ايه، لكن مفيش كونتنت، لان مفيش كونتنت في المسلسل، مفيش محتوى. ده دعايه رخيصه، ده شغل اه. عصام السقا اكيد. ده مسلسل يانجو بلاي، المنصه الاسوأ في اه، العالم العربي. بتحط ايديها على حاجه سبحان الله مفيش كده. بتخريها. يعني احنا حاليا منتشر عندنا بقى ايه حوار الالعاب القتاليه تخش في المسلسلات والاعمال. بدأناها مؤخرا من جوله اخيره، مسلسل جيد. انت عندك ريفرنس يا سيدي، الريفرنس ده واضح وضوح الشمس في مين؟ في اشرف عبد الباقي في جوله اخيره، ومحمد لطفي هنا. يعني انت جايب محمد لطفي عشان هو الراجل عنده خلفيه رياضيه والبوكس كنت احب اشوف محمد لطفي في الحاجات دي، كنت احب اشوفه وهو بيدرب ابنه. عارف لو المسلسل كله مش هو اسمه بطل العالم، لو المسلسل كله ان هو عباره عن علاقه لطفي بعصام عمر، يا سيدي انا شاري جدا بدل القرف اللي انا اتفرجت عليه ده. ودي بقى نيجي نبص على الكاتب المسلسل، وهو من اشهر الكتاب الدراما في مصر لسبب يعلمه الكثيرين، هو هاني سرحان. الاب الروحي الجزء الاول والثاني، لمس كتاف،
الفتوه. لكن بقى نيجي للكلام بقى، اختيار الجزء الثاني، اختيار الجزء الثالث، حرب، مسلسل حرب اللي ما فيش حد شافه، حتى احمد السقا ما شافوش، انا شفته. سك، لا اله الا الله، رجال الظل، عمليه راس الافعى، ده هينزل ان شاء الله رمضان الجاي. فاحنا مم. فاهمين احنا فين. ايه ده، مش هو اللي كاتب كلبش؟ ده مش هو اللي كاتب كلبش، ما عشان كده نجح. هو زي ما انت بتقول يعني، احنا عارفين هو بيشتغل ليه، لان لو بنتكلم فنيا يعني لا لا لا، لا لا مفيش خالص. الدنيا في ذمة الله خالص يعني. لا, مفيش لا خالص. انت لا بتعرف ترسم شخصيات، ولا بتعرف تعمل حوارات، ولا بتعرف تخلق عوالم، ولا بتعرف تطور حواديت. كلامك كله خطابي، حواديتك كلها سطحية، ما عندكش عمق. كاتب مستواه اقل من الافريج. يعني اقول لك حاجة، ايمن بهجت قمر عنده اسف على ازعاج، عنده اكس لارج، فاهم؟ ده ما عندوش. ده هنا في ليفل اللي هو الفيلم الاخراني بتاع طلقني والهنا اللي انا فيه والحاجات الرقش دي، الحاجات اللي هي بتخرق يعني، فاهم؟ تاخد 1/10 2/10 الحاجات دي. هنخش بقى على عصام عبد الحميد، سوتس كان بالعربي حلو، بس. كان حلو. مسلسل صورته حلوه، اه. وغير صورته حلوه هو خالق العالم ده كويس. في هنا بقى دور الانتاج، امم انتوا ده الاستراكشر، هتحطوا التاتش بتاعكم، بس احنا حاطين ما ده دور الانتاج، دي ناس عندها وجهة نظر فنية، انتوا امم انتوا وزن البوكس ده. انا شفت له مطعم الحبايب، انا مطعم الحبايب كان بيأدي الغرض. فانا مش عايز البس قوي عصام عبد الحميد، من رغم ان هو عامل مشاكل كارثيه. لا ليه ما لبسوش؟ عشان في مشكله كبيره قوي في السكريبت ده، راح في داهيه يعني، ده سكريبت يتولع فيه، يتولع طيب فيه. ماشي يا عمرو، انت دلوقتي كمخرج يا عمرو، لما بيجي لك السكريبت ما تقولش حاضر امين يلا نصور، وانت ما ليك برضه ما تعديلاتك هي ورؤيتك. في تعديلات، بس انا بحس ان الموضوع بقى اما سكريبت يبقى. اخترت الموضوع ليه من الاول؟ لا انا كده كده الناس عايزه تشتغل يعني، مش هقول شغل لا، بس سكريبت وحش. ويانجو بلاي اكيد اما بيحطوا ايديهم في الانتاج في اي شيء، عشان كده بقول لك يانجو بلاي، عشان امم ده يقول وجهة نظر فنيه، فلاح. والمسلسل نازل قبل رمضان، فيلا مش امم بقول لك ان هو لا يتحمل مسؤوليه، بس هو اقل واحد في تحمل مسؤوليه يعني. لو هنتقد يبقى ده واحد اتنين، ده ممكن يبقى ثلاثه واربعه. بس احنا واصلين لنقطة، لا نقطة متدنية جدا. الحلقة الأخيرة دي حلقة كارثية، لدرجة ان انت ممكن تحس ان دي حلقة أخيرة تنتمي لمسلسل تاني. مش هقول لك بقى ان في خطوط ما قفلناش، في خطوط ما قفلناش. مش هقول لك ان هي مش منطقية، ان هي مش منطقية. مش هقول لك ان في مصائر شخصيات كتيرة تسربعنا في تلميمها، مع ان انت المسلسل 10 حلقات وعمالين نقول ان انت من الحلقة الخامسة بتعاني وبقيت ممل. كارثة. حوار ان عصام عمر دخل على منطقه كده سفلتها وطلع ومفيش توابع، يعني سليمان المحروق ده اللي هو اوعى بقى الشرير ده الخطير اعبط ده. شرير شفته في الدراما من زمن يعني. يا عم الله يسامحك، كويس اللي انت اصلا خلصتنا من اخوه ده. برضو اسوأ كاستنج في 2026 يعني. هتحتاجوا يا اخوه جماعه تجيبوا حاجه سيئه اخوه ده جدا ممثل وحش قوي. عشان تعلوا على سوء الاختيار ده. نجيب بيومي فؤاد يلعب باتمان عشان يبقى ده كاستنج اسوأ مثلا. اما يوسف عثمان كان بيتكلم ان هو متضايق بسبب حوار الواسطه وان ابناء العاملين، وان الناس بتاخد فرص مش من حقها، اما بتشوف اخو فتحي عبد الوهاب في المسلسل ده، ممكن تتفهم واحد زي يوسف عثمان متضايق ليه. في حد ادنى من التمثيل، اللي هو مثلا عند مي عمر، هو تحت المستوى ده. شايف في حسنه في المسلسل يعني؟ شايف في حاجه ايجابيه في المسلسل؟ انا الحاجه الوحيده اللي ما ضايقتنيش اما عصام عمر وجان شمشير كان بيطلعوا، ما كانش بتضايق، انا متضايق لهم اكتر ما مش متضايق منهم، اللي هو يا جماعه دخلكم القرف ده، وبالذات عصام اه عمر. بالذات عشان عشان انت دلوقتي اه. خطواتك محسوبه يعني. وجان الشمشيرجي، بص شوف المسلسل وحش ازاي، هي ده عندها، ملطفه الدنيا. هي عندها كاريزما مش امم تقيله على القلب يعني، بقولها وانا متاكد منها، هي شخصيه لطيفه على الشاشه. انت مكانك تبقى ممثله، عندك حضور. اتمنى ما تتحولش بس لكن اتمنى تمسخ. ما تتحولش، لان امم بيمسخوا بصراحه، بس يا رب تستمر كده. واول حلقتين هو ما بقاش بطل العالم ليه، هو ليه بيتشال من امم الجردات، فين مكان الفلوس. بعدين لما عرفنا علاقته مع مراته، اللي هو تحس ناقص سوا، افكار جيده تنفيذها كارثي. اقل الوحشين ممكن نقول احمد عبد الحميد. يمكن ما اتضررش كتير عشان ما رحنالوش كتير. انا اكتر حاجه كان مضايقاني كتابه شخصيه فتحي عبد الوهاب يعني، ده اللي مقفلني من المسلسل كله. يا جماعه زهقت من الفلسفه الفارغه والله العظيم، بلا اي معنى، عشان ابين ان ده شرير، وتلاقي بقى الناس على النت على التمثيل ده، انت جبار يا جماعه، ده مش تمثيل يا جماعه. النيل عمره ما يبل مصري. فلا مسلسل سيء باختصار، ما تضيعوش يا جماعه دقيقه او 10 ساعات او 8 ساعات عشان تخلصوا المسلسل ده. خلي بالكم من اسمين اما تلاقيهم على اي حاجه في المسلسل قبل ما تتفرجوا عليه، لو لقيت تاليف هاني سرحان احذر، لو لقيت انتاج يانجو بلاي احذر. اجري مش احسن. طبعا واضح ان احنا استقبلنا المسلسل استقبال في حفاوة كبيرة. هنعكس على التقييم طبعا. حاليا انا تقييمي للمسلسل هو 10 حلقات، في حلقتين بس عجبوني يعني 2/10. والله ما مزعل، والله ما مزعل، والله ما مزعل الكلمه. وبارك وبارك الله في مرسى. ماشي يا شباب، نشوفكم ان شاء الله بقى في حلقه كده قبل رمضان، نقول لكم ايه المسلسلات اللي موجوده المهمه في رمضان، ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، واتمنى يبقى في حلقه في مسلسل او ظروف فيلم احسن افضل. من كده يعني. اه. باي نتمنى. باي يا جماعه.